بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده جبت لكم فيديو جديد. النهارده مع بعضينا هنعرف ازاي ان احنا نكسب فلوس من اليوتيوب من خلال تليفونك الشخصي فقط. يعني لو انت ما عندكش غير تليفون او مثلا عندك لابتوب او بي سي ومسحوبين منك، او اساسا ما عندكش لابتوب او بي سي، تقدر ان انت تبدأ مشروعك في اليوتيوب وان انت تربح. هقول لك قبل ما ابدأ، هقول لك على 5 حاجات لازم تعرفهم. اول حاجة، تابع معايا لحد اخر الفيديو لان كل ثانية هقول لك على معلومة هتفيدك وتهمك جدا 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 جدا. تاني حاجة، ادخل على اليوتيوب واعرف طريقة تمكين الدخل، لان انا مش هقول لك عليها. وبرضه 3 حاجات اللي جايين برضه لازم تدخل على اليوتيوب وتعرفهم، لان انا لو قلت كل الحاجات دي الفيديو ممكن يكون ساعة. فتاني حاجة، تالت حاجة معانا النهاردة، ادخل على اليوتيوب واعرف ازاي ان انت تربط قناتك بجوجل ادسنس، عشان جوجل ادسنس هو ايه اللي بيخلي الفلوس تبدأ تعدي عندك. تالت حاجة، رابع حاجة، لازم تعرف انك ايه هي الحاجات اللي لازم تبعد عنها، اللي هي حقوق النشر او الكوبي رايت. لازم تبعد عن الحاجات دي علشان قناتك ما تتعرضش انها ممكن تتقفل او كده. تمام. خامس حاجة، روح اسمع نصايح، لان في البداية انت البداية في اليوتيوب هتكون صعبة جدا جدا، صراحة هتكون صعبة. فيلا نبدأ بحلقة النهاردة. بسم الله. في فيديو النهارده هنتعرف مع بعضينا ازاي ان احنا نعمل فيديوهات احترافيه بحيث ان هي تجذب لنا المشاهدين او المشتركين وتساعدنا في ان احنا نكبر القناه. طيب اوكي، اول برنامج هنحتاجه معانا النهارده بيسز ارت. البرنامج ده هنحتاجه في ان احنا نعمل صور مصغره. تقدر تبحث عنه في اليوتيوب ازاي انك تقدر تعمل صوره مصغره. اسف، ان انت تحط صوره مصغره للفيديو، يعني انت نشرت فيديو تحط له صوره مصغره. بعد ما انت هتنزل البرنامج بتاع بيسز ارت، تدخل عليه، هتدوس على ايديت. تمام. هتختار الصورة اللي انت عايزها. بعد ما تختار الصورة اللي انت عايزها، تبدأ بقى في الصورة بقى تعمل لها تعديل، تكتب عليها، تحط لها مثلا، في مثلا زي ما هنشوف دلوقتي في القص واللصق، حاجات كتير يعني هتفهمها انت بعد ما تجرب البرنامج. يعني انا مش محتاج البرنامج، مش محتاج شرح. وفي افكتس كمان تقدر ان انت تعمل تأثيرات على البرنامج. اسف، على الصورة. ففي تأثيرات كتيرة جدا وحلوة جدا. آم، كمان في ايه تاني، في مثلا ان احنا مثلا اللي هي تخلي الصورة مربعة، يعني التأثير الحلو دوت. طيب اوكي، وفي كمان ان انت تكتب وان انت ترسم على الصورة وكل حاجة. الصورة دي دي الصورة الأساسية، وانا يا دوب بس جبت الصورة الأساسية وكتبت على الصورة. فزي ما انتم شايفين دي الحاجات اللي قدامنا. رحت انا كتبت كلمة بس 10 معلومات ولا وكبرتها، وبعد كده تعرفها عنه، وبعد كده كتبت كلاش رويال. فالصورة طلعت حلوة جدا واحترافية، كأن واحد محترف اللي عملها. لكن هي الصورة يا دوب بس انا جبت الصورة وكتبت عليها. فانا المعلومية مش كل الصور سهلة. فزي ما شايفين الصورة دي انا جبت فيها حاجات كتيرة جدا عشان اعملها. اول حاجه عملتها، جبت الصوره اللي قدامكم دي، بعدين رحت شلت منها الكلام ونقلت شعار يوتيوب. بعد كده رحت حطيت جنبيه زائد. بعد كده جبت صوره تليفون، بعدين رحت قصيت التليفون. بعد كده رحت حطيته جنب علامه زائد وحطيت يساوي. بعدين جبت شنطه الفلوس دي، بعدين رحت حطيتها. وبعدين في الاخر رحت كتبت من فوق الكلام اللي انا عايزه. وبعدين رحت حفظت الصوره. طب لو حد جالي دلوقتي وقال لي طب ايه لازمه الصوره المصغره؟ اقول لك انا الصوره المصغره دي بتجذب المشاهدين، وكمان انت ممكن في بدايه الفيديو تحطها وتبدا تشرح عنها. مش تشرح عنها، تبدا تشرح نبذه عن الفيديو او اختصار للحاجات اللي انت هتشرحها في الفيديو. وبعدين تبدا في الفيديو بتاعك زي ما انا عملت في الفيديو ده. تاني برنامج هنستخدمه معانا النهارده برنامج تصوير الشاشة. انا بفضل ان نستخدم برنامج ايزت سكرين ريكوردر، هتلاقوه في المتجر. وهو برنامج حلو جدا، مش محتاج روت، مش محتاج اسف، ما فيهوش ووتر مارك. فده حاجة حلوة جدا. فعشان تبدأ هتلاقي شايف الدايرة دي، هتصور. تمام، الدايرة الحمراء دي تدوس عليها فتصور. تاني حاجة، صعب جدا او اسف يبقى شكله غبي لما انت تصوره، وهو يكون ايه الايقاف او الستوب او البيوز يكون من فوق. فانت هتدوس على علامة الضبط. تمام. وهتروح الاعدادات، هتروح شايف الستوب اوبشنز. تمام، هتدوس عليها. بعد ما تدوس عليها هيدخلك على الخيارات دي. تاني خيار، خليه فعل تاني خيار. تمام، الخيار التاني فعله. تمام، زي ما انت شايف كده احنا فعلنا تاني خيار. فلما نفعل تاني خيار هنروح دلوقتي للبرنامج وندوس على التصوير. تمام. فلما هصور هنلاحظ دلوقتي ان التصوير اختلف، الايقاف والتشغيل اختلف. شايف يا جماعه الدايره الحمراء دي؟ يعني بحس ان انا لو ضغطت على الدايره الحمراء دي مره كده هيوقف الفيديو مؤقت. لما اضغط عليه مرتين الفيديو هيوقف ويتحفظ.
تالت برنامج هيكون معانا في الشرح النهارده برنامج تعديل الفيديو او اعدادات الفيديو او تعديل فيديو او فيديو اديت، ايا يكن اسمه. المهم هو البرنامج اللي انا بستخدمه كين ماستر. برنامج رائع جدا جدا، بس مشكلته ان هو في ووتر مارك، فهو تقدر تنزل من جوجل بلاي، بس هو بيقول ان هو غير متاح في على جهازك، يعني مش متوافق مع امكانيات جهازك، مع ان امكانيات جهازي كويسه. المهم فللاسف انا كده مش هقدر انزل من الجوجل بلاي، فللاسف هضطر اني اروح للجوجل كروم وهنزله. طب ماشي، لما تنزل من جوجل كروم انا للاسف انا مش محتاج جوجل الووتر مارك، لانها هتكون ممثله لي ازعاج، فبالتالي انا هكتب داونلود كين ماستر ونو ووتر مارك، يعني هنزل برنامج يعني زي ما تقول كده متهكر. تمام، فهتلاقي فيه روابط كتير ومواقع كتير. فالمهم لو عايز تعرف الطريقه اللي انا نزلت بيها البرنامج بتاعي، دخلت على ثاني فيديو زي اللي انت شايفينه ده، الفيديو ده ايبك ماستر ايبك من ايا كان اسمه. المهم احفظ شكله، ادخل على بعد كده نفتح باليوتيوب، هيدخلنا هو، بالتالي هيدخلنا باليوتيوب لوحده. فلما الفيديو يتفتح هيكون في رابط اسفل الفيديو. تمام، هنروح ندخل عليه، هنضغط عليه دلوقتي هيروح يحولنا تاني جوجل كروم، نستنى لحد لما يفتح. اوكي، هقدم الفيديو عشان الوقت وكده، يعني عشان يحمل بسرعه. اوكي، نضغط سكيبات، هيدخلنا على الموقع بتاع اللي فيه ان انزل برنامج. شايفين المساهم اللي فوق اللي هو ده هشاور لكم عليه دلوقتي، السهم شايفينه؟ تمام، هو ده هنضغط عليه. بعد ما نضغط عليه هيروح يحمل معانا، يبقى هيحمل يدينا صفحه. تمام، هنضغط على دايركت داونلود، يعني بحيث ان هو يعني هو ينزله لنا. نضغط على دايركت داونلود فهو هتلاقيه بينزل لوحده. تمام، فده كان طريقه تنزيل برنامج. نشوف بقى البرنامج زي ما احنا شايفين دلوقتي. دي واجهه البرنامج. اول ما تدخل على البرنامج روح على الضبط على طول، وهات ديفلوب فوتو كروبنج، بعد كده اختار فيتن سكرين، ده اهم حاجه. بعد كده اروح بعد كده تختار على دي، وبعد كده سكيب عشان تبدا تعمل فيديو. لكن دلوقتي انا هوريكم الفيديو اللي انت بتسمعه وانا لسه بعمل في المونتاج. تمام، فشايفين يا جماعه انا تعبت جدا 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 على الفيديو، فاتمنى انتوا تشاركوا الفيديو وتعمل لايك وتشارك على قد ما تقدر. تمام، فالفيديو هيكون مفيد ليك ولغيرك ولاصحابك. تمام، فمن فوق دي الميديا براوزر او ايا كان اسمها، دي تخليك ان انت تنزل صوره او فيديو بحيث ان انت تعدل عليه. ومن هنا اوديو، تقدر تختار الموسيقى اللي انت عايزها، تدوس عليها من ازاي الموسيقى تضاف. من هنا دي اللاير او ايا كان اسمها، بتضيفها الصوره او على الصوره او صوره على الفيديو، وستيكرز وكتابه واسهم ودوائر وكده. تمام، المهم بعد كده الفيديو الفويس دي ان انت تسجل صوت. بعد كده عايز تحفظ الفيديو، ما يهمكش الوتر مارك دي اللي من فوق. عايز تسجل الفيديو تدوس على علامه الشير، بعد كده تروح تدوس على سيف تو جلوري، بعد كده تختار الديفينيشنز او زي الجوده بتاعه التحميل. فده كان فيديو النهارده، ما تنساش تعمل لايك والاشتراك لو انت مشترك. اشوفكم في الفيديو القادم، مع السلامه.